لان معظمنا بيحل مشاكله بالبلدي، اللي هو يعني دماغك مصدعه هتلاقي اسبرين هتسكن الصداع، وده مش حل، ده حاجه مؤقته. لكن الصح ان اعالج دماغي باسلوب علمي، يعني اروح للدكتور يشخص الحاله ويكتب لي العلاج المناسب. واحنا النهارده مش هناخد اسبرين او مسكنات تهدي الالم، احنا هنحاول نشخص المشكله ونحلها من الاساس. اول حاجه، هو يعني ايه مشكله اصلا؟ نقدر نقول المشكلة باختصار هي الفجوة بين الواقع والتوقع، يعني في خلل بين اللي انت عايزه واللي حاصل دلوقتي فعلا واللي انت عليه. وعشان نوضح اكتر، المشكلة دايما ليها 3 عناصر. اول عنصر الواقع اللي انت عايشه، حياتك الواقعية بكل ما فيها. تاني عنصر عندنا هدف انت عايز توصل له، زي شغل او فلوس او سفر او حل اي مشكلة في حياتك. تالت عنصر عائق بين الاتنين، الحاجة اللي منعتني من الوصول للهدف، سواء كان شغل أو فلوس أو أي مشكلة تانية. طيب بعد ما حددنا عناصر المشكلة كده، بقت المشكلة واضحة قدامنا، وده بيعتبر أول مفتاح لحل المشكلة، لأن المشاكل اللي ملهاش تعريف ملهاش حل.